الزمالك بيفلت من خوازيق البدايات. الزمالك بيفوز على سليم بهدف دون مقابل، وأوباما بينقذ الزمالك من فضيحة مدوية أمام أبو سليم في أول لقاءاتنا الكونفدرالية. أوباما اللي غاب عن اللقاء طيلة 76 دقيقة بيقدر انه يطلع من الأمم ويحرز هدف الفوز الوحيد ويجلب 3 نقاط مهمين عشان نفوز لأول مرة من عام 2017 في أولى مباريات دور المجموعات في كل البطولات الكونفدرالية. والأهلي بيعزف سيمفونية رائعة في مباراة الفرص الضائعة، والهلال السعودي بيعلنها قوية أمام الحزم ب9 أهداف، ويبعت رسالة قوية للنصر إننا قادمون وعلى اللي خايف يروح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي وأخواتي ومتابعيني ومشاهديني أفراد أسرة ملعب أفندينا في كل مكان، أهلا وسهلا بكم ووحشتوني. وكالعادة لا يحلى الكلام إلا بذكر خير الأنام رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيد الخلق أجمعين، رسولنا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستني إيه يا أبو الصحابة عشان تدعم اخوك باللايك الجميل؟ واحده زربو النو على اللايك، واللي لسه ما اشتركش في القناه فضلا منك وليس امرا اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد وتكون واحد من افراد اسره ملعب افندين. نخش في حكايتنا بقى، طب يلا بينا. بص يا سيدي، نادي الزمالك كان عنده مباراة مهمة النهاردة في بطولة الكونفدرالية، أول لقاء في دور المجموعات، وكلنا عارفين إن نادي الزمالك ما بيفوزش في دور المجموعات في البدايات، دايما خوازيق البدايات كده بنحبها احنا الزملكاوية. ما هو من عام 2017 الزمالك لم يحقق أي انتصار في دور المجموعات في البدايات، لكن جه النهاردة الزملكاوية وكان عندنا أمل كبير قوي ان الزمالك هيفرحنا النهارده وبسكور كبير. ما احنا بنقابل ابو سليم، لكن فوجئنا ان ابو سليم طلع ابو سليم الانصاري. سليم الانصاري باشا مصر بقليبي، وتحول قدام الزمالك لخط بارليف واقف وعامل عمق دفاعي جبار، والزملكاويه داخل ارضيه الملعب مغيبين، اللعيبه لا بتلعب ولا بتأدي ولا بتحاول، ماسكين كوره واستحواذ سلبي فقط لا غير. نسبة استحواذنا 86%. اللي معدي من بره او كان بيشرب سيجارة في البلكونة على رأي معلقنا الكبير رحمة الله عليه الكابتن محمود بكر، ودخل وشاف التلفزيون ولقى نسبة الاستحواذ 86%، يقول لك الله 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 الله، ده الكورة عند الزمالك بقى، ده الزمالك مكسر الدنيا، ده العارضة بتشيل والجون بيشيل والحكم بيشيل. لكن مفيش الكلام ده، ولا هجمة ولا فرصة ولا تسديدة ولا هجمة خطيرة ولا لعبة ممكن نقول عليها هجمة أو لعبة تكتيكية داخل المباراة. 76 دقيقة من العك الكروي فقط، عمالين نباص لبعض ونمرر وكأنهم بيسخنوا. لسه لعبتنا الماتش هيبدأ كمان 3 أيام ولسه هيخشوا في أجواء المباراة. شوط كامل بولا شوطة، شوط كامل بولا هجمة، شوط كامل بولا فرصة عشان يتدخل معتمد جمال المدير الفني المؤقت لنادي الزمالك ويعمل بعض التغييرات، يحاول يغير من اسلوب اللعب ونبدأ نلعب ب4 من تحت بدل ما كنا بنلعب ب3، وننزل عمر جابر. طب يعني نشيل اوباما، نرجع اوباما، نطلع شيكابالا، ننزل ناصر منسي، السفاح سامسون اكينولا، بيحاول وبيجتهد، لكن لعيبة الزمالك مصرة على الفشل داخل أرضية الملعب، مصرين إن ال 30,000 مشجع زملكاوي اللي موجودين في الاستاد واللي صوتهم اتنبح العب برجولة، بنلعب على بطولة عشان خاطر اللعيبة تبدأ تفوق
في الدقيقة 76 من ركنية بيلعبها أحمد سيد زيزو عشان يطلع المارد من الفانوس أوباما ويحرز أول فرحة زملكاوية، هدف من رأسية ولا أروع ولا أجمل. يبقى أوباما بيخيب غيبته ويرجع بهيبته وينقذنا من تحفيل كبير من الأهلاوية. ما كان النتيجة هتبقى فضيحة مدوية، الزمالك هيتعادل مع سليم وهتولول الولية، لكن الحمد لله عدت على خير. واللهم لك ألف حمد وشكر لك يا رب إن رحمتنا من تحفيل الأهلاوية ولو تحفيل مؤقت، والحمد لله إن كسرنا عقدة النحس اللي احنا فيها من 2017 وكسبنا لقاء في دور المجموعات ويكون في البدايات. والحمد لله إن أوباما اللي دايما ما كنا بننتقده ودايما ما كنا زعلانين منه بقاله ماتشين هو اللي بيفرحنا ابننا وبنستحمله ويستحملنا وهنفضل في دار يا أوباما. ألف مليون مبروك لكل جماهير الزمالك، وألف مليون مبروك لمعتمد جمال ابن الزمالك اللي بيفرحنا للماتش التاني على التوالي في مهمته المؤقتة. يا ريت كلنا نلتف حول الزمالك ونقف في داره، وبنطالب مجلس إدارة نادي الزمالك يا اخوانا أسلوب السلحفاة مش هينفع في هذا التوقيت، لازم تاخدوا قرار جريء، لازم تدفعوا فلوس سبورتنج لشبونة، لازم نرفع إيقاف الجيد ونقيب لعيبة عشان خاطر اللي بيحصل ده كتير ومش كل مرة هتسلم الجرة. أما بالنسبة لسيمفونية الأهلي الرائعة في مباراة الفرص الضائعة، كان الأهلي بيلعب بالأمس في دوري أبطال أفريقيا في أولى مبارياته في دور المجموعات والآخر، لكن الأهلي دائما ما بيبدع في أفريقيا، والأهلي ضيع كمية فرص تفوق فرص المجموعة كلها. النادي الاهلي كان بيلعب مباراة الفرص الضائعة، امام عاشور في العارضة، كهربا في العارضة، كله بيضيع وكله بيحاول وقدم سيمفونية رائعة، لكن استطاع النادي الاهلي بفوز بثلاثية ساحقة ماحقة عشان يفرح كل الجماهير الاهلاوية ويعلن الفرحة داخل النادي الاهلي، ويحاولوا يبعتوا رسالة لمعالي الوزير العمري فاروق الله يشفيه شفاء لا يغادر سقما، وانك قدها يا عمري ومستنيينك، وان شاء الله ترجع من تاني للمدرجات، وباذن واحد احد ربنا يتم شفاء عليك بالخير ويلبسك ثوب العافيه، وبندعي لك احنا الزملكاويه لانك شخص محترم. اما بقى بالنسبه لمباراه الحزم والهلال السعودي، لقينا الحزم ما عندوش اي حزم، لقينا الحزم بيلم في حزم اجوان، الهلال السعودي بينتفض امام الحزم السعودي وبيلقنه درسا كرويا لن ينساه، بيفوز عليه ب9 اهداف. 9-0 كانت نتيجة لقاء الهلال امام الحزم، 9-0 هي اكبر نتيجة في مباريات الدوري السعودي، 9-0 نتيجة مرعبة وخصوصا لجمهور النصر اللي عندهم لقاء قمة يوم الجمعة القادم، الهلال والنصر السعودي. فحبت لعيبة الهلال تبعت رسالة شديدة اللهجة للنصر اننا قادمون، واللي خايف يروح، واللي الهلال هيلمحوا هيطوحوا. ولحد هنا بتنتهي حلقتنا، ويا رب تكون الحلقه نالت اعجابكم، ويا رب نكون دايما عند حسن ظن سيادتكم. واللي لسه ما دعمش اخوه باللايك مستني ايه عشان تدعم اخوك باللايك الجميل؟ واللي لسه ما اشتركش في القناه فضلا منك وليس امرا اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد، وتكون واحد من افراد اسره ملعب افندينا.